ايه اللي حصل للبنت دي مع الكلب الاسود؟ بنت اسمها هالة كانت دايما بترجع من شغلها في نفس الطريق، لكن مرة وهي ماشية في حارة ضيقة لقت قدامها كلب اسود كان صامت تماما، ولا بيهز ديله ولا بيصدر اي صوت. حاولت تتجنبه وتعدي، لكن كل ما تقرب منه الكلب بيتحرك بنفس المسافة ويقف قدامها. لفت وشها وخرجت من الحارة وروحت من طريق تاني، لكن تاني يوم نسيت ودخلت من نفس الحارة، ونفس الموقف اتكرر معاها. برضه خرجت من الحارة وروحت من طريق تاني، لكنها فضلت تفكر في الكلب لحد ما قررت انها تسأل حد من جيرانها. راحت لست كبيرة وحكت لها على اللي حصل، والست الكبيرة دي قالت لها كان في راجل كبير عايش في البيت اللي جنب الحارة وتوفى من فترة. الكلب الاسود ده كان صاحبه، وكان معوده دايما انه يمشي بنفس الطريقة اللي انت شفتيه بيها. لكن يا بنت اسمعي مني، ما تمشيش لوحدك في وقت متأخر في الطريق ده تاني. هالة قررت تسمع نصيحتها وغيرت طريقها بالفعل، ومن ساعتها وما شافتش الكلب الاسود تاني.